الدلالة على كل آسيا الوسطى، لكن في العصر السوفيتي اقتصر استخدام هذه الكلمة على هذه المنطقة دون غيرها. مدينة تركستان واحدة من أهم نقاط طريق الحرير التاريخي. كانت القوافل المتجهة من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق تمر من هذه المدينة. في الحقيقة إن الإبقاء على هذا الاسم هنا مهم، لأن هذا المكان هو الذي عاش فيه الصوفي الشهير في آسيا الوسطى أحمد يسوي، وهو مكان إقامة الفيلسوف الإسلامي الكبير الفارابي. ها قد بلغنا المحطة الأخيرة في رحلتنا إلى قازاقستان. هذا البناء الموجود أمامنا هو مقبرة الصوفي أحمد يسوي، الذي ينال الاحترام والتقدير في كل البلاد التي يعيش فيها الأتراك، من مدينة قشغر في أقصى شرق آسيا الوسطى حتى مدينة أوسكو في البلقان. زائرو المقبرة يستقبلون بالزهور الزاهية الموجودة في حديقة المقبرة. إن أحمد يسوي رمز بارز لمحبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. زهور حديقة المقبرة التي استمرت العناية بها عبر القرون من وصايا الشيخ أحمد يسوي. منظومات أحمد يسوي الشعرية جمعت في ديوان بعنوان ديوان الحكمة، الذي يحتل مكانة معنوية كبيرة في آسيا الوسطى. وشهرته لم تأتي فقط من الأشعار الصوفية، إنما أيضا مما تركه من أثر على الأتراك استمر لعصور. فالطريقة الصوفية التي حملت اسمه تبناها المريدون بجهود التبليغ الإسلامي من مناطق الأورال حتى الأناضول. مقبرة الشيخ أحمد يسوي قبتها باللون التركوازي، وحوائطها مغطاة بالصيني الملون الذي يخطف الأبصار. هذه المقبرة أنشئت عام 1389 بتعليمات من الأمير تيمور. هذا وتعد مقبرة يسوي ومجموعتها المعمارية واحدة من أكبر الأعمال المعمارية لزمن تيمور. كما تلاحظ أيضا الكتابات بالخط العربي الجميل التي تزين حوائط وجدران المقبرة. الأمير تيمور أولى اهتماما كبيرا وتقديرا لتوصيات الشيخ أحمد يسوي. كان ينظر إليه على أنه من المؤسسين معنويا لتركستان. في داخل مقبرة الصوفي أحمد يسوي وضع سنجق الأمير تيمور. من الأشياء اللافتة للنظر في محتويات المقبرة هذا الإناء الضخم، لقد أعد على يدي الأمير تيمور وأهدي للمجموعة المعمارية. سعته 3000 لتر. في البداية استخدم لطعام الجنود، ثم أوقف خيريا لهذا المكان. أحمد يسوي المعروف بلقب بيري تركستان، شيخ تركستان، كان لديه دهليز أسفل خلوة صوفية أقامها وهو في 63 من العمر. دخل فيه وبقي يتعبد 10 سنوات حتى وافته المنية. كتب ديوان الحكمة في هذا المكان. الحكمة في تصرف ذلك الشيخ جاءت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في عمر 63، فاستحيا الشيخ أن يسير ويتجول فوق الأرض مدة أطول من عمر رسول الله. رحلتنا تنتهي في مدينة تركستان الموجودة في بلد السهول الثلجية والألوان، مثلها مثل كل الأماكن في آسيا الوسطى التي تصيب الإنسان بالدهشة والحيرة. إلى جانب هذه الألوان التي تثير دهشة الإنسان في كل خطوة يخطوها هناك حقول البترول الضخمة وغيرها من الثروات الطبيعية تحت الأرض التي تشد أنظار العالم لمنطقة آسيا الوسطى. فريقنا يتوجه من هنا إلى جمهورية أوزبكستان قلب آسيا الوسطى ليتابع رحلته الاستكشافية.
şırap kalar. Zorlav sonda halin neşik sınak bolar.